السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما يظهر هرم خوفو وقبل ما حد يحلم يبني سور الصين، كان في مدينة عظيمة في قلب العراق القديم، اتبنت من طين ومسمار، لكنها سابت وراها حضارة سبقتنا بآلاف السنين. اسم المدينة دي ورقاء أو أورك. يا ترى ايه حكايتها ومين اللي بناها وازاي ظهرت كأول مدينة حقيقية في التاريخ البشري؟ تابع معايا لحد آخر الفيديو عشان تعرف كل حاجة. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مدينة ورقاء موجودة دلوقتي في جنوب العراق، وتحديدا في محافظة المسنة قريبة من نهر الفرات. اتأسست حوالي سنة 4000 قبل الميلاد، وبعض المصادر بتقول إنها أقدم من كده كمان. يعني احنا بنتكلم عن أكتر من 6000 سنة حضارة. المدينة دي كانت واحدة من مدن الحضارة السومرية، أقدم حضارة عرفها الإنسان. ورقاء مش بس مدينة قديمة، دي كانت أول مرة في التاريخ البشري يظهر فيها نظام حكم مركزي وتخطيط عمراني وكتابة حقيقية، ومعابد ضخمة للآلهة إنانا، واقتصاد وتجارة وإدارة وضرائب. يعني بالمختصر ورقاء بداية الحضارة البشرية المنظمة. واحدة من أعظم إنجازات ورقاء هي ظهور الكتابة المسمارية، اللي كانت بتتكتب على ألواح طين باستخدام أداة على شكل مسمار صغير. الكتابة دي ظهرت حوالي سنة 3200 قبل الميلاد، وده يعتبر أول نظام كتابة حقيقي في العالم. اللي اخترعوا الكتابة ما كانوش بيكتبوا شعر وغزل، كانوا بيحسبوا الضرايب ويسجلوا الحبوب. في قلب المدينة كان في معبد ضخم مخصص للآلهة إنانا، آلهة الحب والحرب. المعبد ده كان بيتبنى من الطين المشوي لكن على طراز هندسي مذهل، والمدينة نفسها كانت مصورة بسور كبير الناس كانت بتفتخر بيه وبتحكي عنه في القصص والأساطير. ملحمة جلجامش أشهر قصة اتذكرت فيها ورقاء، ودي تعتبر أقدم قصة مكتوبة في التاريخ. والقصة بتقول إن جلجامش اللي كان ملك ورقاء كان قوي جدا، نصه بشر ونصه إله، وبيحكم المدينة بقوة. لكن الناس تعبوا من بطشه، فخلقت الآلهة شخصية جديدة توازنه. أنكيدو كان شبه وحش بري، عاش مع الحيوانات لحد ما اتدخلت واحدة من كاهنات المعبد وعلمته ازاي يكون إنسان. قاتل مع جلجامش في البداية، وبعدها بقوا أعز أصدقاء. الاتنين خاضوا مغامرات وقتلوا خنبابة حارس الغابة، وده خلى الآلهة تغضب. وفي الآخر أنكيدو مات، وده غير حياة جلجامش تماما ودفعه يدور على الخلود. المدينة ما كانتش معروفة لحد القرن التسعتاشر، لما بعثة ألمانية بدأت تنقب في العراق ولقوا أطلال ضخمة ومعابد وألواح طين. في ناس بتقول إن الحضارة السومرية جت بمساعدة كائنات اسمهم الأنوناكي من كوكب نيبرو. الأنوناكي حسب النظرية دي هم اللي علموا البشر كل حاجة، كتابة وزراعة وهندسة. لكن الحقيقة إن الأنوناكي كانوا آلهة في ديانة سومرية مش فضائيين، لكن الرموز الغريبة اللي لقوها بتفتح باب الكلام عن لغز كبير. طيب، هل العراق أقدم من مصر؟ في الحقيقة العراق سبق مصر بحاجة بسيطة في اختراع الكتابة. مصر كانت أول دولة موحدة بحاكم مركزي وجيش نظامي بيروقراطي قوي. العراق كان فيه مدن مستقلة زي أورك، لكن ما توحدتش تحت حكم مركزي إلا متأخر. مصر أقدم دولة موحدة في التاريخ. العراق أقدم من مصر في بدايات الحضارة، المدن والكتابة، لكن مصر سبقت العراق في بناء أول دولة مركزية مستقلة، وده بيخلي الاتنين رواد الحضارة البشرية، بس كل واحد تفوق في جانب مختلف. دلوقتي ورقاء موقع أثري في العراق، مش سهل زيارته، لكن آثارها محفوظة في المتاحف زي المتحف العراقي ومتحف برلين. ورقاء مش بس أقدم مدينة، دي أول مرة الإنسان قرر يكون حضاري، كتب وبنى وعبد وخاف وحكم وحلم يعيش للأبد. ومن وقتها وإحنا لسه بندور على نفس الحاجات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.